السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وكل سنة وانتم طيبين. بقينا في نص رمضان، نعود عليكم بخير يا رب باليمن والبركات. النهاردة هنعمل أكلة كده خفيفة كده وسريعة. هنعمل جلاش بالجبن. مجموعة جبن كده مع بعضهم، جبنة موتزاريلا على جبنة رومي على جبنة بيضة، على شوية زيتون كده، يعني ايه تشكيلة. بس انا بصراحة للأسف ايه، مش هحط زيتون النهاردة عشان عندي ضيف عندي النهاردة، فما بيحبش الزيتون اصلا يعني. فقلت خلاص بقى اعملها من غير زيتون. فانت ممكن تحط زيتون مع الجبن كده، تديها طعم وجمال بصراحة. عندي مثلا بتاع حوالي كوباية ميكس جبن، وحطيت عليهم معلقتين جبنة عادية من أي نوع بقى، أي نوع عندك حطيه. جبنة براميلي، جبنة تلاجة، جبنة، أي جبنة. وحطيتهم على بعض. جبت بقى كوباية لبن كبيرة، وأحط عليها معلقتين زبادي. الزبادي ده بيطر الجلاش، بيخليه طري كده وجميل وهش، بيبقى عامل زي الفطير بالظبط. ليه عامل جامد قوي في الجلاش الزبادي. وبيضاية واحدة بس، مش اكتر من كده. اهي شايفين. اجيب بقى أنا شوية فلفل كده عشان طبعا البيض. واقلب كله كده مع بعضه، الزبادي والبيضاية وشوية الفلفل واللبن. اقلبهم كويس كده مع بعض، واركنهم على جنب. يبقى جهزت الجبنة وجهزت اللبن اللي هسقي بيه. واجيب بقى شوية سمنة كده، بتاع كوباية كده. سمنة عادية، زبدة، سمنة بلدي، اللي موجود عندك اعملي بيه. ما تعقديش نفسك، يعني الدنيا غلا، واللي موجود اعملي بيه. انا بصراحة حطيت ايه، نص، يعني نص الكوباية زبدة على نص سمنة عادية، السمنة اللي في العلب دي، برضو عشان التبذير وكده، وعشان الدنيا غلا زي ما انتوا عارفين. دلقت بس شوية سمنة كده في صينية، وايه، وهوزعها كده حلو في الجناب وفي الأرضية. وابتدي بقى اشتغل ايه في الجلاش. لفة الجلاش قدامنا اهي. ونسمي كده بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كل ورقتين مع بعض، يعني كل ورقة هتبقى دسمة أوي، وندهن كل ورقة، فمش هتنفع يعني. فخليها كل ورقتين، كل ورقتين تروحي دهنة دهنة كده بالفرشة. يعني أنا خدت ورقتين بوريك اهو، بس بالدهن قبل ما احطهم في الصينية. دي بس تجربة بس قدامك كده. ابتدي احط ايه الورقتين في الصينية المدهونة برضو بالسمنة اهي، زي ما انت شايفة كده. خلاص انا كنت دهناه، بس مش هدهن تاني بقى. ابتدي بقى ايه، اتني الحروف اللي كانت طالعة كده لبره، واخد ورقتين تاني زي ما انتوا شايفين كده اهم اتنين، واحط بقى على طول في الصينية، وادهن على طول في الصينية. انا كنت بس بعمل اول ورقتين كده قدامكم اهي. احط بس ايه، افرد كده في الصينية. طبعا لفة الجلاش كبيرة على الصينية، الورقة كبيرة شوية، فتنيها عادي من الحروف، من ناحية ومن ناحية، مفيش مشكلة خالص. بس انت حاولي توسطني بقى، يعني تنيتي مثلا من الناحية الشمال، الورقتين اللي بعدين اتني من الناحية اليمين، وهكذا، عشان ما تبقاش ايه ناحية عالية وناحية واطية. خلاص. ارص بقى، اخد نص الكمية، لفة الجلاش، واحطها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. اجيب بقى الجبنة، وقلت بقى ايه، يعني بدل الزيتون جبت قرن فلفل كده اخضر عادي خالص، فلفل عادي، مش حامي طبعا. واقلبه مع الايه، مع الميكس بتاعنا اللي قدامنا ده. وهعمله ده كل ده حشوة للجلاش بتاعنا. بيبقى طعم قوي، وكمان بيبقى احلى كمان 100 مرة من اللحمة. بيبقى حلو قوي بجد وخفيف. واللحمة طبعا غالية زي ما انتوا عارفين، كل حاجة غالية. يلا، عليكم في عنا. ربنا يوسع الكل يا رب.
ويدنا الحال. كده ان شاء الله. بصي وزعت كده مجموعة الجبن كده مع بعضيها ومع الفلفل اهو. حتى بص الفلفل برضو ادى شكل حلو بدل الزيتون يعني ممكن نعملها المرة الجاية نحط فيها زيتون. كنت تحط فيها زيتون اسود شرايح زيتون اسود او زيتون اخضر، فما فيش مشكلة خالص. وابتدي اوزعها كده بالمعلقة كويس جدا اهو. اهو شايفين؟ ده منظرها، ده منظر الحشو بتاعنا. واجيب بقى النص التاني من الجلاش وابتدي برضو افرد ورقتين ورقتين زي ما انتوا عارفين كده، زي ما قلتلكوا قبل كده اهو. ورقتين ورقتين وابتدي اغطي بقى الحشو بتاعنا كده لحد ما اخلص كمية الورق كله. ابتدي بقى برضو ادهن اهو كل ورقتين زي ما عملنا في النص الاولاني. ابتدي بقى ايه رش كده رشة خفيفة بالفرشة، وبعد كده امسحي بالفرشة اللي انت حطيتيها عشان يبقى كله ايه شارب السمنة اه. ما شاء الله الله اكبر. بألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. صينية بصراحة تطلع جميلة ان شاء الله. بتتعمل بصراحة ما بتاخدش يعني بالظبط بعمايلها بالفرن بكله بسواها هي نص ساعة. بعملها والقرآن لسه هيبتدي بتاع المغرب، بطلعها ولسه الأذان لسه هيأذن، فعشان لازم تتاكل سخنة. اللي بالجبن دي لازم تتاكل سخنة. يعني وانا بعملها كده برصها القرآن كان شغال اهو. طبعا انا يعني قفلت على القرآن في التسجيل الفيديو علشان طبعا حرام القرآن شغال وانا بتكلم، فكان القرآن شغال. دي اخر ورقة بالنسبة لي، اخر ورقة اهي. الطرف بتاعها هنزله كده في الجناب، مش هخليه بره عشان ده يبقى غطا. الورقة دي تبقى غطا للايه للصينية بتاعتنا اهو. الناحية التانية برضو كده بصوابع كده اروح منزلاها ايه منزلة تحت اهو. شايفين؟ بس اجيب سكينة بقى ده انت على خفيف كده الوش اهو، مش كتير يعني. وابتدي اجيب السكينة بقى ايه اقطعها التقطيعة بقى اللي تعجبك، كبيرة بقى صغيرة دي ايه دي براحتك خالص، دي بتاعتك انت يعني اهو. شايفين؟ كنت اقطعها من النص وبعد كده اعمل كل نص نصين. فقلت حسيت ان الحته تبقى كبيره شويه فقطعتها ايه بدل ما يبقى 4 اجزاء عملتها 6 اجزاء اهو. زي ما انتوا شايفين كده ده اخر جزء اتقطع خلاص. وبعد كده اعمله بالعرض. معلش اعذروني ان هي ايه مربعات مش هتطلع قد بعضها طبعا عشان استعجال وكده، وعشان لازم تطلع قبل ايه قبل ما نحط الفطار عشان تبقى سخنة كده وتاكل سخنة. فجت معايا التقطيعة كده بصراحة، يعني انت تقطع بقى بمزاجك براحتك بفنك بإيدك الجميلة. خدتها وعلى الفرن عدل. الأول خدتها الأول في خطوة كده معلش عدت في الفيديو بحطها في الفرن. الخطوة اللي فاتت دي احطها في الفرن من غير ما اسقيها اللبن تشمع، واطلعها وهي سخنة اروح ساقيها اللبن الخليط اللي انا عملته بالبيض والزبادي، وبعد كده ارجعها تاني في الفرن ما تاخد الوش اللي انتوا شايفينه قدامكم الجميل ده. ما شاء الله كانت قبة كده، بس طبعا عشان طلعت في الهوا فايه هبطت، بس هي بتبقى عاملة زي الفطير بالظبط، بتدي طعم الفطير بالظبط واحلى كمان. اه بحاول بقى اسلك هي متقطعة طبعا، بس انا ايه برجع عليها تاني التقطيع اهو. سخنة طبعا انا ماسكاها طبعا بحتة يعني عايزة اطلع حتة بس ايه هما بقى مستعجلين اللي خلاص الاذان بيأذن وهم قالوا لي لا خلاص ما تطلعيش هات الصينية. فخدت لهم الصينية كلها على الترابيزة. ما شاء الله الله اكبر على جمالها وعلى الحلاوة والطعامة، وهتبقى حلوة جدا جدا وزي ما انتم شايفين كده.
وبألف هنا والشفا على قلبكم، وكل سنة وانتم طيبين.